نصوبوا سناننا. اودي الا بقينا هكا الا بقينا هكا نزيد نريبو تا شي لاخر. اسدي لي معاك هذا. امتى حتعرف امتى اني بحبك؟ امتى حتعرف اني خلي داكشي مستور. وانا ما تخبرش عوال تمشي بلا بيا. ايوا دابا مازال ما قلناش سمعتي ما عندنا شي حاجه. انا فراسك دابا. خلي حاجه مستوره كيسخر فيها الله. انا فراسك وقلت غادي لتركيا بلا بيا. في شارع اوغلو. حسيت بالله والله ده فراسك. فراسها المخ الجمجمه هي فراسها. غادي لتركيا بلا بيا فروة الشعر وتحياك تركيا بلا بيا. ايوا انا رحله العلاج ماشي رحله ديال حتى في العلاج شكون غيقابلك في هذا العلاج؟ انا في امس الحاجه للسنينات. حتى واحد البلاصه تطلع في الواتساب قالت لي بغيت ما قابلاش باش نعضك. لا هذه صدي اسلحه الدمار الشامل. بعد عوينات اللي ياكلهم دود واش ياكلهم قبل ما تموت؟ ولا تعاون ما نكذبش عليك انت راكي ديالي. قالت لي زعما فرتاح انا نطيب لك هكا. ايوا اللي بغى يدير الخير الله يجازيه بخير وما فيها باس. كاين الناس المحسنين لا كاينين الناس المحسنين الله يقويهم كيبغيو يديروا الخير. كيشوفوا الراجل مسكين ما عنده مراه جايب الراني لهاد البلاد فيها ماشي المتابعين اللي بغى يدير فيا الخير. قالت لك غتجي الحرس خلطوا بالجبن. زين عندك تقيس عينيها مستحيل يدها. على هاد الهضره اللي تسمعت ماشي تخلط الحار مع الجبن. غتخلط الزيت مع. انا ما نصلحش الخير يديروا فيا الخير. صب الزيت على النار. دابا انت ديروا فيا شي خير حتى انا. هاد المراه خلقت. ايوا دابا انا شوف جاب الله اللي يدير فيا الخير وانت طلبي زهرك يا زهره. اسمعي هاد المراه قالت له البنات مسكينه هكا مريضه داكشي خليها. كيسمعوا فيما كتشكي بيديك. انا مريضه. كيسمعوا فيما كتشكي بيديك. انا مريضه. انا مريضه انا مريضه والحركات البهلوانيه والضحك اللي تديروا في راسها دائما غير باش تطلع فيديو. تعمر الفيديو ديالها، تعمر الفيديو ديال بكريشه، تعمر الفيديو حتى ديال ربيب تاع لاشله. المهم ترضيهم باي حاجه ولو يكون على حساب الكرامه ديالها والشكل ديالها قدام عباد الله وبالاخص داك المتتبع اللي تيبكي عليها. المهم تنشوف المتتبع مؤخرا راه مدمر مسكين تيبكي ويقول شي ما بكيت. لكن كيف ما قالت هي الريح اللي جا تيديكم تعطيكم واحد السيمانه تلعب عليكم شويه ديال الدراما وتقول لكم داروا لي فعلوا لي. وفوقاش غتقول هذا الكلام في هذه الاحداث اللي جايه المقبله ان شاء الله عما قريب اللي هي سمعتوها في هذا المقطع اللي حطيت لكم وتعمدت نحطو لكم في اول ديال الفيديو ديال السفر الى تركيا. بكريشه متفق مع الداسره انهم يمشيو لتركيا. الداسره قدات غرض هي خوتي قدات الغرض مع طالوني اللي خرجت تشكرو مؤخرا وبدات تدير له في الاشهارات وفي عز الزوبعه اللي وقعت ليه وفي عز المشاكل اللي وقعوا ليه والمؤثرين اللي خرجوا تيضربوا فيه. هي خرجه قال لها شكري الا لقيتي ما تشكري ولكن بالمقابل. شنو هو المقابل؟ يلا قال لها غير امري. هي غدير شويه ديال الشفط لداك الكرش داك الكروش اللي ما بغاش شابط لها وباها دير له سنينات. متفقه من الايام اللي كان هناك زوبعه عليه وخرجات هي تتهضر في الموضوع وقالت بان انا عاجبني التكميم وانا هاد العمليه نجحات لي وانا عاجبني راسي ولا طي ديالي ما لا طي ديالي. وبدات تتحاول ما امكن تدخل راسها في مشاكل مع المؤثرين اللي تيضربوا في داك طالوني. ما كانش داكشي بالساهل كان بالمقابل. من تما
والفكره كاينه والاتفاقيه كاينه والاتفاقيه مع بوكريشه، لكن شكون اللي ما فراسو حتى شي حاجه؟ هذيك فقوصه. اييه هذيك فقوصه اللي تدخل لكم الحركات انا مريضه انا مريضه ايوا هادشي اللي كاين اخواتي. المهم انا بديت لكم هادشي بلا ما نسلم عليكم، ويلي استغفر الله العظيم ماشي ديالي بعدا نقول لكم السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. كي دايرين مع هاد الحراره وهاد الصهد الناس يا اخوتي ديال الداخل مكناس فاس وهاد المناطق اللي هي داخليه وشاعله العافيه العافيه العافيه. ما نعاود لكمش والله العلي العظيم زعما سهسهاتنا حسن عوال المريض. انا تنهز ماما الهم ليها وحقيقه لان غلبها الصهد غلبها الصد وصافي. الله يشافيها ويشافي جميع مرضى المسلمين. ايوا نتمنى انكم ديروا لنا اللايكات والبارطاج والتعاليق ونبداو في هذه المواضيع ديال تركيا والاتفاقيه ديال الدسره مع بوكريشه والفقوسه في خبر ما نعرف شنو هو. غادي نتكلموا كذلك على شنو وقع في هذاك الاسبوع والعقيقه. الدسره اللي شطحات مع بوكريشه وبينات واحد اللقطات وهي جالسه معاه في نص الطبله والبقه لدرجه ان الناس قالوا بان ما كايناش كاع ولا وقشعوها في واحد المنيضه راه هي اللور وما جالساش حدا الزوج ديالها. المهم امور كثيره وقعت في ديك العقيقه غادي نحاولوا ما امكن نناقشوها، لان حتى بوكرشه اليوم راه حط الفيديو ديالو فشفنا العكس بكل صراحه. بعض القنوات او جل القنوات تقريبا واحد النسبه اللي هي كبيره كلهم مشاو على انه يعني بوكرشه ما اهتمش نهائيا مع فقوسه، ما جلس حداها ما شط حداها، لان الداسره صورات واحد الطبيله هي تتغدى فيها مع باها وخلاص. فقوسه ما كايناش، اختها ما كايناش. فاذا غادي نحاولوا ما امكن نتكلموا على هذه النقاط حيت بزاف ديال الناس مشاو في واحد الاتجاه. انا غنحاول ما امكن نتكلم في اتجاه اخر، لان داكشي اللي شفتو اليوم ماشي هو اللي شفتو البارح. كون ما شفتش هادشي اللي شفتو اليوم ممكن انا نمشي بداكشي اللي شفتو البارح. ورغم ذلك كاينه بعض الامور اللي فعلا ما خصهاش دار، كاينه بعض الامور اللي فعلا ديك البقه ديك الفقوسه دائما مدلوله في وسط هذه العائله. غادي نتكلموا كذلك على واحد الرد ديال فقوسه للداسره من بعد الداسره ما كانت حطات واحد المقطع على زنوب على انها ما مربياش، واليوتيوب كامل سواء مع او ضد كله هاج وما عجبوش الحال وقال بان نعتت البنت بانها ما ربياش وكذا وكذا من هنا ومن هنا. مع العلم انا قلت بان يعني كانت نصيحه عاديه، غير هي مادام هي ما تتحملش تدخلها في التربيه ديال ولدها واحد النوبه حاطه واحد المقطع بحال هكايا، فاذا لا داعي باش هي تدخل في هذه المسائل بحال هكا. انا عاد تذكرت واحد المقطع اللي كانت هي ديجا قالت له ماشي سوقكم في ولدي، هادشي غير مع التعاليق اللي تيحاولوا ما امكن ينصحوها ويقولوا لها تهلاي في داك الوليد، حاولي ما امكن ما توكليش بكري كذا من هنا من هنا، وخرجت عطاتهم ووطاتهم. مهم ما علينا عده نقاط غادي نتكلموا عليها يا ربي نبقى عاقله عليها. نبداو بهذه القضيه ديال تركيا. اخوتي تركيا وما ادراك ما تركيا. هاد الايام مؤخرا الدسره خرجت بواحد الفيديو قالت بان غادي نحاول ما امكن نعاود نسافر، لكن ماشي داخل المغرب، غادي نمشي لشي بلاد. انا عرفتها غتمشي لتركيا لان هي دايرها في راسها ودايره في راسها ان مازال غادي ترجع ليها، لان باغا دير الشفط الكتاف ديالها والكريشه ديالها داك الكروش اللي ما بغاش تهبط لها، والكتاف قالك اللي مقنطينه عندها الكتاف غلاظ ما بغاش يهبطوا لها واخا دايره التكميم. المهم تتحاول ما امكن تبين على انها مقنطاها صحتها من واحد الجهات اللي تتحاول ما امكن تشوف لهم الحل اللي هو النحت، واللي وعدها طالوني على انه يديروا لها، وبالاخص فاش خرجت تدافع عليه وخرجت تتواجه بعض المؤثرين اللي ممكن يدخلوها في واحد الدوامه لدرجه ان دخلوها سوق راسها واحد يومين. تعقلوا فاش قلت لكم واحد يومين دخلت سوق راسها بسبب داك الفيديو اللي خرجت في الانستغرام تدافع فيه على طالوني. ووصلت القضيه الى التهديد اخوتي، لان تنقول لكم داك المؤثرين ديال تيك توك وداك الشيء ديال انستغرام لا علاقه لهم مع اليوتيوب. داك الناس واصلين مع راسهم واصلين في الافكار ديالهم الخبيثه، ماشي زعما شي حاجه، لكن هما الطريقه ديال التعامل ديالهم مع المواضيع بشكل دايره. ممكن يخرجوا هكا يتعاطاو، ولكن في الخاص تيطبقوا بعض الامور عكس اليوتيوب. ممكن تعاطي ولكن في الخاص ممكن ما توصليش داك الاحداث اللي تيوصلوا لها هاد الناس. اذا هذيك الايام هددوها دخلوها سوق راسها واحد اليومين، غبروها، خافت وخرجات بواحد الطريقه عاوتاني تتحاول ما امكن تضع على راسها انا راجعه بقوه، انا ما كاينش اللي غيردني اللور، انا وتاكد لي الكلام اللي وصلني على انها تعرضت للتهديد وخرجت تتحاول ما امكن تبين على انها قويه وما كاينش اللي غيردها اللور، وبالعكس الغياب ديالها ما كان الا خطوه باش تزيد لقدام. وهذا الشيء هذا اللي سمعتوه في واحد الفيديو ديال الدسره. المهم داكشي كامل كان ليه مقابل اللي هو
ان طالوني وعدها على انها يساعدها في هذه القضيه ديال النحت، وكذلك يقاد الفيلم البوكريشه، حيت هذاك الشيء راه غالي الثمن ديالو. راه ما يمكنش تعرضي لحياتك لهاد المغامرات ديال مواقع التواصل الاجتماعي بدون مقابل. فهي خرجات كذلك تتواجه المؤثرين اللي قلت لكم تاهما عندهم واحد النسبه ديال الخطوره ماشي بحال الشكل ديال اليوتيوب. فكان الثمن هو انها تيوعدها طالوني على انها تطلع عنده يقاد لها داك الشيء اللي غيقاد لها، وبطبيعه الحال عاوتاني هي بالمقابل بالاشهارات وهاد المسائل. فمن ثم وهي عارفه راسها انها موعده على انها غادي تطلع، وقالتها لباباها ومتفقين على انهم يطلعوا لتركيا. ولكن اخر من يعلم وهكا على المباشر ديال الفيديو، هي ماشي مباشر اللي هو مباشر وانما تسجيل ديال الفيديو، غتجي فاطمه الزهراء تحرق المراحل وتفرش الزمر كامل وتبين على ان بوكريشه غيطلع لتركيا. اكيد فاطمه الزهراء ما تهضرش مع اختها ما جبداش السميه ديالها، وانما عارفه الموضوع والقصه بانها غادي تمشي لتركيا وغادي معها باباها، غادي يدي معها باباها. واخا دابا هي مخاصمه مع اختها ولكن المعلومه عندها، الخبر عندها. شكون اللي ما عندوش؟ عند البقه اللي غتسمع الخبر داخل الفيديو وغتبقى مدهشره وغتبقى تتشوف هنا وتشوف هنا وتدور في داك العوينات، وعلى ان غتمشي لتركيا بلا بيا وشكون اللي غيقابلك. حيت هو جاوبها قال لها غادي نمشي من اجل زعما ماشي سفر وانما من اجل زعما العلاج. قالت له شكون اللي غادي يقابلك؟ غادي تنطق عاوتاني فاطمه الزهراء، وراكم سمعتوا المقطع النوبه الاولى، على ان شي سيده في الواتساب عيطات له وعرضاته قالت له اجي مرحبا بك، انا نحاول ما امكن نساعدك في الماكله ومن هنا ومن هنايا. وهي عاوتاني تشعل كيفاش انت دابا تحاولي ما امكن تعطينا اخبار اللي فيها التشتيت ديال الاسره. قالت ابو كريشه الدمار الشامل. فاذا كاين احداث تتوقع وربما ناس راه كاين هاد النوع، هاد الناس واخا تشوفوهم مشوهين وحالتهم حاله في اليوتيوب، راه كاين الناس اللي تيعرضوهم، كاين الناس اللي قابلين عليهم بحال الشكل اللي دارت هذيك اختي اللي كاينه في طنجه. تلقاو هاد النوع هذا اللي ما عندهمش مشكل. بالنسبه لهم هاد الناس راه مساكن ومساكن ما تيديروا حتى شي حاجه، حنا اللي تنشوفوا داك الاخطاء هما كاع ما تيشوفوها. المهم ما علينا، تيتعرضوا هاد الناس كاع ما تستغربوا. فهاد الاشياء اللي تتوقع في الخاص وفاطمه الزهراء شوفوا راه ماشي زعما اول مره غتفرشهم، دائما تتفرشهم. فاطمه الزهراء راه قالت الحقيقه بان كاينه شي وحده موعده بوكريشه فاش تطلع عندها لتركيا. راه قلت لكم الزوجه الثالثه موجوده تتقلب عليه هي. كاين داك النوع، كاين اللي بغى يطلع قناته، اللي بغى يدير الشوا في راسو باش يطلع كذلك ويربح اموال. كاين داك النوع بحال الشكل ديال البقه، كاين بحالها، كاين موجود. فاذا البقه مهدده على الجهتين، مهدده سواء كان داخل المغرب او خارج المغرب. تتشوف راسها انها اخر من يعلم في بعض الاحداث وبعض الامور التي يحاولوا ما امكن يتفقوا عليها، ومهدده كذلك بهذه الزوجه الثالثه اللي فيما تسمع بان ممكن تكون شي وحده داخله معها الخط تتنوض دير داك الحركات والضحك في راسها. وهذاك الشيء البقه ما تيزيدك الا انك تكون رخيصه في وسط منهم وقليله في القيمه ديالك في وسط منهم. هذا الشيء اللي كاين. كنت تعطي العزه لراسك والكرامه لراسك وتبين راسك ان هذاك الشيء ما مسوقاليش وزايد ناقص، فما تنظنش انهم غادي يبقوا كل ساعه يهددوك بهذه الزوجه الثالثه. دائما كاين التهديدات داخل الفيديوهات في العناوين، هضره جوج كاينه شي وحده داخله على الخط، هضره جوج ممكن تكون نهايه، هضره جوج كاينه الزوجه الثالثه. وهذا الشيء اللي كاين، والبقه قصد دير المستحيل على ان ما تكونش ديك الزوجه الثالثه. مع العلم ان البقه نهار فاش جات شعلت المشعل في هذه العائله هذه، ونهار فاش دخلت وشتاتها جات على واحد الزوجه اللي عارفاها غترجع، لان بوكريشه قال لها باننا اتفقت معها غادي نردها، اذا غادي خصني نردها. هي قالت له ماشي مشكل، انا مع الزوجه والتعدد، انا مع الزوجه الثانيه والتعدد، انا مع الربيبات نعيش معهم والربايب نعيش معهم، انا مع. سبحان الله حتى دارت رجليها وشافت راسها ان زعما راها تمكنات في هذه الاسره هذه، عاد بدات تحط الشروط ديالها المخالفه لداك الشيء اللي جات عليه النهار الاول. هي عندها الحق انها تشتت واحد الاسره، واحد الوليدات على والديهم كل واحد فين مجلي، وهذيك الام اللي او ديك الزوجه الاولى اللي كانت ندمات على داك الشيء اللي دارته وبغات تصلح اللي لقات ما تصلح، فجات هي شتات. دابا حاليا لا، انا ما بغيت حتى شي وحده تجي من مورايا، انا ما بغيت حتى شي زوجه ثالثه. سبحان الله العلي العظيم. باش تعرفوا بنادم غدار النهار الاول جاي على وجه على انه حقا مع التعدد، وبغات تبين على انها ممكن تكون زوجه ثانيه وزوجه اللي هي
يعني محبه للربيبات وداك الامور اللي بغات هي توصلها في اليوتيوب، لكن ما قدرتش توصلها، والحقيقه خرجات غصبا عنها. واخا بغات تمثل لنا النوبه الاولى انها الزوجه الحنونه، الزوجه الثانيه زوجه الاب الحنونه وهذه المسائل، لكن يعني هذاك الشيء مجرد تمثيل. فملي تيكون التمثيل في الاخر تتخرج الحقيقه، والحقيقه هي اللي خرجت نهار فاش جرات عليهم، نهار فاش ما حملاتهمش، نهار فاش خرجت الهضره عليهم. وهذا الشيء كامل اللي شاهدناه في اليوتيوب. الان تنشاهدوا على انها ما قابلاش الزوجه تجي شي زوجه ثالثه تجي عليها هي. هنا تعرفوا بان الانسان خطير جدا وغدار وباغي غير راسو، عمر ما تكون المثاليه مع شي شخص او شي واحد تيقول لكم بانني انا مثالي ونقدر داكشي ما تتبغيوش نبغيه انا، غير الكذوب في الكذوب. هادشي اللي كاين. مهم ما علينا، غادي ندوز واحد النقطه ثانيه اللي الناس اللي نوضوا القيم في حقيقه في داك المساله ديال ان الداسره ضربات لنا في زنوبه. حنا داك الزنوبه تتبقى بنيته صغيره، هي فيها بعض الامور اللي ما خصهاش تكون. بوكريشه تهاجم وعاقوا به الناس، وبالاخص واحد المقطع اللي حطاته الداسره داك ما تيجبدوش، لكن هو جبد غير بعض التعاليق حقا ما تتعاملش مع زنوبه وما تتبغيهاش، وحق التعاليق ما التعاليق الناس غير تيخربقوا وانا تنبغي زنوبه وديك هي العمر وهذيك هي وهذيك هي وهذيك هي. لكن الداسره فرشاتو في واحد المقطع، هذا هو علاش اللي غيخلي الجاج الامر. فرشاتو في واحد المقطع، زاد كملات هزاتها قدامها وبدات تصيفط الصواريخ لما على ان بنتك ما مربيش وما مربيتياش، وهذا هو الوقت المناسب للتربيه وما خصكمش تقولوا لهم ايه في اي حاجه. انا حقا ولدي غندير وغنفعل وغنترك. مهم ما علينا، هذيك اللقطه اللي بان فيها او تسمع الصوت ديال بوكريشه، لقيتها فاش جات تهز شي حاجه او تمد يديها لشي حاجه على شي كاس وهو يتهرق. فبوكريشه كان الجواب ديالو طلعتي لي انت في الراس او بديتي تطلعي لي في الراس بحال هكايا. هذاك المقطع حطاتو تعمدات الداسره تحطو، كملاتها وجملاتها بداك المقطع ديال انها هضرت على التربيه ما التربيه ياكو. هادشي ما عجبش بزاف ديال القنوات وبزاف ديال الناس اللي هاجموها وقالوا بان ما خصهاش دير مع البنت هكايا، وتنمرات عليها والناس تنمروا عليها انها ما مربياش، مع العلم ان هذاك البقل اللي كيدافع على زنوبه هو النيت اللي هجم على امها في واحد الفيديو وما خلالهاش على ديك البنت، وما مربياهاش وما تتعرفيش تربي، ودائما خليتيها مسخه ودائما شعرها معلك ومدلك وما عرفت داكشي. المهم هو النيت اللي هاجم البنت الصغيره. اذا هادشي هذا كامل وقع في اليوتيوب. القنوات كاين اللي ما عجبوش الحال، كاين اللي دافع على البنت حقا وقع لها التنمر، كل واحد شنو دار. الفقوسه او الفقوسه، حنا تنقولها الفقوسه وما قالك الفقوسه، معليش نتبع الهضره ديال بوكريشه اللي قال الفقوسه، حيت الفقوسه راه عويوجه. المهم هذيك الفقوسه باش تبرد زعما الخاطر لذاك المتتبع اللي تيبكي عليها ومازال تيحاول ما امكن يتقاتل عليها ولو بداك النصيحه القاصحه وداك السم اللي تيخرجها هو من فمو على ان هذيك السيده صافي عيقات وما بقاش تسمع لنا وكذا وكذا وكذا. ورغم ذلك يعني راه مازال ثابت معاه، مازال وفي ليها، واخا هادشي دا كامل تتسمعوا. عوض ما تخرج وتقول لهم بان هادشي ديال الدراري الصغار كل واحد التربيه ديالو وهذيك السيده تخلص راسها انا ما تنجبدهاش وشي حاجه، كنتي ينتظروا منها هذا الجواب هكايا. شنو الجواب ديالها؟ غنخليكم في هذا المقطع او تسمعوا هذا المقطع باش تعرفوا الجواب كيف داير. الجواب ديال فقوسه المتتبع ديالها اللي ما عجبوش الحال على ان الداسره تضرب في زنوبه. سمعوا. المهم البنات كنظن لبست ناطي، كنظن هاد الصامت بحال هادي باش غادي نضربو له شي تخميله ان شاء الله ماشي غدا. ما بغيناش نسيقو داك السياق الكبير وداكشي حتى نساليو نشوفو شنو غنصاوبو شنو ما نصاوبوش. الزلايج وداكشي الغبره مازال غنصاوبو لتحت داكشي، علاش ما وقيلا في التالي غنجيب شي مرا تسترزق الله حتى هي داكشي اللي غادي دير. عزيز عليا داك المرا اللي مع يسرا، كنظن غادي نجيبها هي، والله اعلم والله ما عرفت. عزيز عليا الصراحه، كتخدم من نيزه داكشي اللي غادي ندير. الحقيقه ما عنديش انا طلامات الجواب ديالها كيف ما سمعتوا ما تيتعلقش بحقا غادي نسياق ولا غادي نخمل ولا ما غنديرش السياق الكبير حتى حقا دوز الجليج لان غتكون الغبره ولا هاد المسائل بحال هكا. الجواب ديالها هو انها غتجيب ديك المراه اللي تتعجبها واللي تتخدم يسرى. سمعتوا ولا ما سمعتوهاش؟ غادي نجيب ديك المراه تيعجبني الشغل ديالها في الحقيقه
وهذا وديال من ديال يسرى. اذا هذا هو الجواب. ايوا بغات تقاتلوا نتوما ومحاربين، وعلاش دير البنت بحال هكاك، وعلاش؟ انا بعدا عطيت الراي ديالي، انا تنهضر مع الناس اللي ما عجبهمش الحال. انا عطيت الراي ديالي، قلت بان هي تتبقى اختها من حقها انها زعما الا بغات ما شافتش داكشي تدير زوين، حيت تنشوفوا حنا براسنا داكشي ما تيعجبناش الحال. حنا براسنا تنحاولوا ما امكن نعطيوها النصيحه، فما بالك هي اللي اختها. ان البنت تتمرغ في الارض، تمشي تكسل لهم في الارض، تتنعس لهم في الارض، يعني ماشي شي وحده اللي هي سهله، دائما تزغنين. وهذا الشيء راه تيحاولوا ما امكن يشاركوا حتى بكريشه دائما امت يعني هذاك الشيء ما تيعجبناش حنا كمتتبعين، فما بالك اللي هي اختها عادي تقول بان ديال الوقيته ديال التربيه، ماشي اي حاجه بغاتها تزغنين غادي تاخذها، الا الحاجه اللي بغاتها نقول لها لا، تبكي تتشبع ونشفوا دموعها ماشي مشكل. هادشي اللي بغات تبين زعما راه هذا هو التوقيت المناسب ديال ان الوليدات تيترباو، ماشي يطلعوا يبقاو كنفشين. البنت قالت واحد الجمله عاديه وتنقلب عليها اليوتيوب كامل، لان صافي يعني صافي ما محمولاش ما مقبولاش، خصها باي حاجه دارتها ماشي هي هذيك. لكن واحد الناحيه بكل صراحه هي راه ديجا واحد النوبه ما عجباش اللي تكلم لها على ولدها، وبالاخص فاش كانوا تيعطيوها النصائح ما توكليه شي على سن ديال 4 شهور ولا 5 شهور مازال الحال، ما تجلسيه شاي، ما تديري له شاي، ما تفعلي له شاي، عندك يظهروا غادي يعواج، عندك ما عندك ما عجبهاش الحال. خرجت لهم بواحد الفيديو قالت لهم دخلوا السوق راسكم ماشي سوقكم، هذاك راه ولدي انا ماشي ولدكم نتوما. ايوا الا كان هذا الشيء اللي درتي هذاك النوبه راه المفروض انت ديريه على راسك. غير هو خوتي تتبقى هذيك اختها، ما انا بان لي زعما الموضوع عادي، انا بان لي الموضوع عادي ماشي دفاع عنها، وانما تيبان لي الموضوع عادي، ما عجباش التربيه ديال اختها، تتشوف داكشي تدير ماشي هو هذاك، ويعني غيوحلوا فيها فاش غادي تكبر. فعطات الراي ديالها، قالت بان هادشي ما خصهاش ديرو، ناض القيامه عليها، لان الحاقدين بزاف عاوتاني بلا قياس كاينين بزاف تجاه هاد البنت، وبالاخص فاش حطات عاوتاني واحد الفيديو. رانا دابا العقيقه شنو وقع فيها، حطات واحد الفيديو تتشطح مع باها، حطات واحد الفيديو جالسه مع باها في الطبله ديال الغدا، قالك باش جينا باش تحط الغدا، يعني باها فضل انه يجلس حدا بنته، جلست كذلك حدا نفيسه، يعني بحال اللي واكله هي الجو ديال العقيقه، لدرجه انا كاين اللي مشى قال بان هي اللي مخلصه داك الشيء وهي اللي صارفه على العقيقه. دابا تخرج لنا افتاتيق وتقول لكم عافاكم الله يعطيكم الستر، ما مخلص عليا حتى شي حد، وعلاش تقولوا هذا الكلام؟ ودائما سبحان الله تدخلوا بيناتنا ومن لهنا ومن لهنا. ها انتم عقلوا على هضرتي، لان هذا الشيء سمعتو تيقولوا قالك بان بعد تعليق تيقولوا بان هي اللي خلصات داك الشيء بحقها، باش هي صورت مع العقيقه، ودائما هي الاولى السباقه في التصوير وهذه المسائل. هي راه مطيوره معك وتتصور في البلاصه، تتمونطي في البلاصه، تتحط، عكس ناس اخرين اللي ممكن يكونوا ثقالين. شي نفيسه هي نفيسه تيبان لي والله اعلم ثقيله وتتصور هي الاخرى، يعني عوض ما تصور لقطات هي الاولى وتحط هي الاولى عاد يحطوا الاخرين، لا ثقيله وخلاتهم كلشي حرق لها المفاجاه ديال هذيك العقيقه، وهي الاخرى غادي تحط. عقلوا على كلامي، غتبقى هي الاخرى عاد تحط اللي ما حطاتش اليوم. المهم ما علينا. يعني الناس مشاو هكا لهذا الاتجاه، لان هي اللي مخلصه وهي اللي دايره وهي اللي فاعله، وهي اللي تنقول لكم ذكيه في التصوير. السيده شابعه يوسف مع راسها، راضعه مزيان من البزوله، فاذا يعني هي خفيفه ظريفه في داك المسائل. داكشي نتوما اللي عاد غتحطوه دغيا فيت في حطاتو طبيله، فعلا جلس حداها باها، فعلا شفنا بان البقه ما جالساش معاه، فعلا بان هذيك راه اهانه بالنسبه للبقه. انا مع الناس اللي قالوا هذا الكلام وتعزلات من موراه وحشومه وعطيها بالظهر، وعوض ما يجلس مراته وحده، واخا ما تهضرش كاع مع الداسره، تجلس حداها في الطبله. لكن الداسره حاكمه لا زون، الداسره حاكمه لا زون، حاكمه تباها، وباها ما يقدرش يخسر لها خاطرها. قالت له اجي تجلس حدايا تغدى، غادي يجي يجلس حداها يتغدى، فاعطاها خاطرها ودار لها الخاطر ووكلها وشربها، مع العلم ان دوك اللقطات ديالها كيتاكل وكيتشرب ديجا شفناهم في الموضوع ديال زين المحارم. فالناس غيمشيو لهاد الاتجاهات، وانا ما تنبغيش نمشي لهاد الاتجاهات. كاين واحد الاباء، كاين واحد النوعيه بحال هادشي ديال بوكريشه اللي تيكونوا هكايا مع وليداتهم. انا ما يمكنليش نمشي نقول لهم بان كاينه شي حاجه بيناتهم ابدا، عمركم تسمعوني تنقول هذا الكلام. الا هذه المساله فهي حرام 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 حرام، برك علينا غير الحرام اللي تنديروا في هذا اليوتيوب بكل صراحه. راه هاد الهضره وقوس ما تنتبعوا هاد الناس، وهذا راه ماشي هو هذاك دينيا ومع الله سبحانه وتعالى. اما نزيدو نكملوها نجملوها بان كاينه زين المحارم، ابدا واش نقولها ولا تسمعوها شي نهار من عندي، او حتى هاد الحركات حقا راه كاينه شي حاجه، اذا راه كاينه شي حاجه وتيشككوا البقه وهاد المسائل، انا ما غاديش نقولها ابدا.
المهم ما علينا. السيده حاكمه في باها تيدير لها خاطرها، صافي جلسوا بعضياتهم في داك الطبله. البقى بانت على انهم حيقيره موراهم. هادشي في الفيديو ديال البارح. اليوم عاوتاني تيظهرنا العكس، بعض القنوات اللي عده زعما ماشي غير واحد ولا جوج اللي مشاو على ان حتى ديال البقا قالك بان حقروها وعطاوها بالدار، وبكريشه يعني ما عطاهاش قيمه يعني مشاو في هاد الاتجاهات. اليوم تيبان العكس عاوتاني في الفيديو ديال بكريشه، جالس حدا مرتو، جالس حدا البقا، جالس حدا بنته فاطمه الزهراء، عطاها عاوتاني حتى هي الخاطر، ناض تيشطح معاها، ناض البقا تشطح مع فاطمه الزهراء. الداسره كيبانت لنا عاوتاني عكس داكشي اللي بيناتو البارح بينات على انها هي اللي كاينه في السبوع، ونايضه تشطح مع بكريشه، وجالسه حدا بكريشه باها تيوكلها وفرحانه بالماكله ديال باها، وبينات على انها هي اللي واكله الجو كامل ديال داك العقيقه. اليوم تيبان العكس، تيبان على انها جالسه حانيه راسها ما قادره حتى تشوف اختها ولا تشوف باها تيشطحوا بعضياتهم. السمسمومي التمكريه المكروهي. ما فهمتش انا هاد السيده هذه فين واصله بهذا الشيء هذا كامل. والبارح كملاتها وجملاتها في الفيديو ديالها تتقول لكم بان عقلوا على اي واحد دار لكم شي حاجه عقلوا عليها. عندكم تنساو بالله عليكم واش هذه مؤثره هذه؟ بالله عليكم واش هذه الانسانه طبيعيه هذه اللي تنصح عباد الله على انهم يكونوا مكروهين وحاقدين وما تيتسامحوش؟ ويلي استغفر الله. هذه ستاج الاخر في هادشي ديال انها تصيفط الميساجات لعباد الله. والله العلي العظيم لا استغرب بحال هاد السيده. انت مكروهه ما تتحمليش عباد الله، تتعقلي على الصغيره والكبيره، بقاي بينك وبين راسك في هذاك الامور. علاش تنصحي عباد الله على انهم يكونوا بحالك؟ علاش؟ هادشي راه ماشي صالح لك انت كمؤثره عندك قناه كبيره انك تنصحي الناس بهاد النصائح. راكو كنتي فشي دوله النيت ديال بصح اللي تتحارب هاد التافهين وتتحارب ان هاد الناس يكونوا هكا في السوشيال ميديا. اقسم بالله على ديك الجمله اللي تتجيبي فيها الربح، شي ديك الجمله اللي قلتي بان انا تنقول لكم بان عقلوا على دار فيكم شي حاجه عمركم تنساوها. فاذا والله العلي العظيم كنتي غير في مصر تنظن ان هذيك الجمله تديك الامور الشمس. لكن حنا في واحد الدوله الحمد لله فيها التسامح، فيها ان هاد مواقع التواصل الاجتماعي ما تيكونوا فيها مغالطات ومصائب كحله، وكاين التسامح وكاينه عين ميكا وكاينه امور كثيره. رغم المراقبه لهاد المواقع راه كاين بزاف ديال التجاوزات مع هاد المؤثرين، وهذا من بين الاشياء باش تعرفي بان احنا دوله ديال التسامح، دوله ديال حقوق الانسان، ان الانسان تيعبر كيف ما بغى. راه كنتي في شي دوله اخرى وتشوفي خزو محلاه، تشوفي خزو محلاه. المهم ما علينا، غادي نحبس الفيديو حدا هنا، ما بغيتش نطولو اكثر من هكايا. الى فيديو مقبل ان شاء الله، مع الف سلامه. ما تنساوناش من اللايكات والبارطاج والتعليق، وباي باي.